السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منبر الحياة المغربي من أمام عمالة البرنوسي كيواكب الإضراب ديال الطعام ديال فطومي عبد الغني والاعتصام ديالو من أمام العمالة. عندك شي تصريحات بخصوص اليوم 19 للإضراب على الطعام وهذا الإضراب المفتوح أمام العمالة؟ السلام عليكم. هذا قد الشيء بالنسبة للموضوع ديالي، ربما كتعرف على الصعيد الدولي انني انا كنعتصم كنطلب اضراب عن الطعام مفتوح من اجل مطالب مشروعه عادله. كنقولوا مطالب مشروعه عادله يعني في الشريعه مشروعه، والدستور المغربي والمواثيق الدوليه راه مقصره، اللي هو الحق في السكن اللائق طبقا البرنامج اللي جاء لاعاده الواء دور الصفيح، وعلى مقدمتهم او على راسهم كريان طوم. هنا هاد الناس حولوا حوالي 272 مغترب الى سكن لائق، وحولوا واحد العدد كبير من كريان طوما، عاود كملوا ما تبقى يعني اكبر عدد من كريان طوما. هذا الشطر الاول نشوف فيه مغتربين وبعد الناس من كريان طوما، والشطر الثاني هو الاخير اللي بدا من بلوك 2 حتى بلوك زد. هنا تحول اكبر عدد من سكان كريان طوما، لقيت انا رفقه المغتربين ببلوك واحد تنعاني والتهميش، الفيضانات، الحشرات، الجردان، كل الانواع في هذا المكان، بالاضافه الى بقات الزنقه واحد جوج ثلاثه. انا ما جيتش هنا باش نوب عليهم، جيت غير باش نوضح الراي العام. كاين بعض الاخوان يقول لك مثلا ما بقات حتى بركه كيف قالوا المسؤولين، يعني ما بقات حتى بركه. انا جاي من بركه دابا وانا معتصم هنا من اجل حق السكن اللائق، وكنطلب من هاد الناس هما يمشيو يشوفوا معنا بعين المكان. راه باقي جزء هام لكريان طوما، وجزء يعني كيف قلنا كيتعرض للفيضانات والى اخره، عندهم منازل آيله بالسقوط. وإلا كنا شفنا المشكل ديال حي بورغون اللي كان ديال العمارات اللي رابوا وخلاو ضحايا، وهنا حملنا المسؤوليه لهذاك البناي اللي هو وريرات ميلود اللي خدا 5 سنين ديال الحبس. يعني هنا كنقولوا وبعض المسؤولين وتم فرار عدد من المسؤولين. هذا موضوع. والاخير المنزل الذي خلف هو الاخر ضحايا بحي السباسه. يعني هنا من اجل مثلا مشكل في تهيئ جديد لبناء هذا المنزل. هنا بكريان طوما كنقولوا بان الناس اللي بقاو هنا بقات واحد الفئه تحت منازل آيله بالسقوط، يعني ماشي بناو او زادوا طوابق باش غنتقلوا على هذه المنازل تريب. هذا تريب وحدها لانها لها عقود طويله. يعني نقدر نقول لك الا كان شي شي صحيحه غتكون اكبر فضيحه لكريان طوما. اللي بغيت اتاكد من التصريحات ديالي طالع الى المكان شوف الناس كيفاش كتعيش. هذا موضوع. انا بالنسبه لي انا يعني خديت المعركه النضاليه من اجل الحق في السكن اللي هو حق مشروع، ماشي في شي حاجه اخرى. هما هاد الناس هاد المسؤولين يعني كيقولوا بحسب جريده كيشكل لي لحت البيان انني غادي ننزل ندير اعتصام واضراب عن الطعام في الدقيقه 90، يعني بحال قلت اليوم وغدا غنعود لا دات ديال 15/8/2016. لاحوا كيقولوا بان ما فيهاش المعايير، يعني حتى هما واحد الاتهامات باطله ولا اساس لها من الصحه. وجلدة كيش كيعرفها الراي العام وكيعرفوها المسؤولين وكيعرفوها الاحرار من هي جلدة كيش. يعني هنا كنقولوا لهم بان انتم كتقولوا كاع ما فيناش حنا المعايير، ويجيو يريبوا لينا اذا حنا متطفلين. سيدي حنا سيدي متطفلين. انا راه كنقول لكم جدودي ب4 دفنتهم في المقبره ديال سيدي المولود زياد وخلوق تما، عندي 2 وليدات تما. المشروع الملكي ما استدنانيش، نتمنى باش تسدوني هادشي. مسائل عندكم معروفه، والحمد لله المغاربه راه ولاو تيعرفوا هادشي، ماشي كان يا ما كان الاعلام لديكم تحت ضغطكم، اما اليوم اصبح الاعلام عبر الهواتف النقاله. هنا هذا موضوع. يعني في نمشيو الاضراب ديالي عن الطعام. الاضراب ديالي عن الطعام يعني تدهور خطير في الحاله الصحيه، وكنطالبوا بخبره طبيه شرعيه في هذا الشان. هذا طالبوا بخبره طبيه شرعيه في هذا الشان.